إلى الماء أن يخلق منه الكون، فخلق من الماء الكون، خلق منه من زبده خلقت الأرض، ومن بخاره ودخانه خلقت السماء. والأرض والسماء كانتا رتقا، أي متصلتين ببعضهما كاتصال الحبة بأجزائها، ففلق الله الكون كله من تلك الذرة. قل أعوذ برب الفلق. ماذا فلق؟ فلق الكون كله من أصله، من الرتق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فحصل الفتق وهو الانفصال بين شيئين كانا متصلين. كانت السماوات والأرض متصلتين ببعضهما لا فضاء بينهما، كانت السماء دخان وكانت الأرض زبد، فقال الله للدخان وقال الله للزبد أن يكون من الزبد أرض وأن يكون من الدخان سماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات. قضاهن 7 سماوات، كل سماء قضاها أوحى فيها أمرها وأعطاها شكلها وبناءها، فجعل سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فاستوت السماوات 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. البداية وما البداية؟ كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. إذا لم يكن هنالك ملائكة، لم يكن هنالك جن، لم يكن هنالك إنس، لم يكن هنالك سماء ولا أرض ولا جبال ولا هواء ولا شيء، كل شيء خلقه الله. فأول ما خلق الله العرش. الرحمن على العرش استوى، وخلق الله بعد ذلك الماء، وكان عرشه على الماء. ثم خلق الله القلم، رقم 3، القلم، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب500 عام خلق القلم، فتكلم الله مع القلم.